انه اذا كنت تصب قهوه وانت هتتدلى وانت تقهوي ضيوفك وش تسوي؟ طب سعد، من بين الفيديوهات ما هو أكثر فيديو لك لاقى ردود فعل إيجابية؟ بصراحة جميع فيديوهاتي يعني أجد عليها ردود إيجابية من الناس الذين يقدرون الإرث والثقافة والتراث، ويقدرون ما كان عليه آبائهم وأجدادهم من العرف الطيب. وأكثر مقطع صراحة انتشر، اللي أعتقد أنه جاب بحدود أكثر من 10 مليون على منصة تيك توك، اللي هو مقطع أنا سويته للحديث عن أحد العادات في البادية الأردنية والبوادي العربية، اللي هي عادة صب قهوة، أنه إذا كنت تصب قهوة وانت هتتدلى وانت تقهوي ضيوفك وش تسوي؟ فصراحة كان ردود فعل جميلة، حتى لدرجة اني بعد هذا المقطع رحت للمملكة العربية السعودية علشان اكون ممثل للأردن في عدة برامج واقعية. فكان اللي ما يعرف اسمي يا وش تسوي يا وش تسوي، فلقى رد يعني جميل جدا.